السلام عليكم. أهلا طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي. هنكمل مع بعض حل أسئلة كتاب مندليف. الفصل الأولاني كنا في الدرس الثاني بنتكلم عن حلنا من السؤال رقم 1 لحد 29. هنكمل مع بعض من 30 لحد الآخر النهاردة إن شاء الله. أول سؤال معايا اللي هو رقم 30 بيقول لك يوضح الشكل المقابل رسما بيانيا لسير التفاعل بدون عامل حفاز. قال لك اكس زائد زد بيدينا واي. ادرسه جيدا ثم اجب عن السؤال الآتي: أي من التغيرات الآتية تحدث عند إضافة عامل حفاز؟ أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل معايا لما أجي أضيف عامل حفاز. أول حاجة طاقة التنشيط اللي هي القيمة دي معايا كده بيحصل لها إن هي بتقل. يعني معنى كده إن أنا معايا قيمة سي دي نفسها هتقل. ده أول حاجة. ليه؟ لأن هو بيقلل طاقة التنشيط. إضافة عامل حفاز بيقلل طاقة التنشيط، بيزود سرعة التفاعل الكيميائي، بيقلل الزمن اللي هناخده علشان التفاعل يحصل. تاني حاجة، أنا لو هشتغل التفاعل ده بإضافة عامل حفاز يبقى أنا أكيد هقلل القيمة بتاعة بي. تاني يبقى أنا العامل الحفاز هيأثر معايا في حاجتين: هيقلل طاقة التنشيط اللي هو الرقم معايا اللي هو ده، يبقى كده قيمة سي نفسها هتقل. تاني حاجة، أنا لو هضيف عامل حفاز هيقلل الفرق في أو سرعة التفاعل بتاعتنا هتقل. معنى كده إن طاقة التنشيط في استخدام عامل حفاز عندنا القيمة بتاعتها هتقل، إذا مقدار بي معايا هيقل. طيب هنا جايب لي الأسئلة أو الإجابات بتاعتي. بيقول لك أول حاجة ترتفع قيمة E وB. تعال نشوف E كده. E دي ملهاش دخل بالتفاعل وملهاش دخل خالص بالعامل الحفاز معايا، فأي حاجة فيها E مش هتبقى معايا. تاني حاجة ترتفع قيمة B اللي هي دي. لا، أنا لما بضيف عامل حفاز بتقل القيمة بتاعتها، إذا الإجابة ألف معايا مش هتنفع. طب تعالى شوف رقم باء. بيقول لك ترتفع قيمة A و D. أول حاجة قيمة A دي برضو ملهاش دعوة بالتفاعل، إذا قيمة A لما نيجي نتكلم عنها مش هتأثر في التفاعل، فحتى لو ما كملتش على دي فأنا معايا الإجابة غلط. هنا الإجابة بتاعتي هتكون جيم، تنخفض قيمة السي والبي. بس تعالى كمل معايا. قالك اول حاجه تنخفض قيمه بي، فدي صح. طب تعالى نشوف دي اللي هي مين؟ اللي هي طاقه التفاعل بتاعنا اللي احنا بنسميها دلتا اتش. وطاقه التفاعل معايا او دلتا اتش بتكون ثابته للتفاعل، يعني ما بيحصل لهاش تغيير. وبما ان التفاعل بتاعي ده ماس يبقى عندي الإشارة بتاعتي موجبة، مش هيحصل لها أي تغيير. إذا الإجابة د برضو مش هتنفع. ليه؟ لأن هو بيقول لك تنخفض قيمة دي ودي قيمتها ثابتة لا تتغير. طيب السؤال 31. بسم الله. هنا بيقول لك تزداد كفاءة العامل الحفاز كلما زادت القيمة العددية للمقدار ايه. احنا من شوية قلنا ان العامل الحفاز بيقلل لي طاقة التنشيط، معنى كده ان البي دي قيمتها بتقل. وكل ما قيمة بي بتقل يعني معنى كده ان جي دي بتزداد. فلما بضيف عامل حفاز انا محتاج ازود الفرق بين طاقة التنشيط قبل العامل الحفاز وبعد العامل الحفاز. فمعنى كده ان كل ما بيزداد الفرق ده كل ما بيزداد معايا كفاءة العامل الحفاز وبتزداد الفاعلية بتاعته. إذا الإجابة عندي هنا هتكون د. طيب السؤال 32 بيقول لك إذا علمت أن الطاقة المنطلقة. معنى كلمة طاقة منطلقة معنى كده إن التفاعل ده تفاعل طارئ، يبقى أنا بترجم الكلام اللي هو بيقوله لي. فإن طاقة التنشيط للتفاعل الطردي يعني من المتفاعلات للنواتج عند استخدام العامل الحفاز تساوي كذا. واحدة واحدة. أول حاجة قال لك إذا علمت أن الطاقة المنطلقة من التفاعل، يعني الحتة دي كده اللي هي الفرق بين المتفاعلات والنواتج اللي هو المقدار ده، هتساوي كام؟ هتساوي كام معايا؟ هتساوي 100. حلو. 100 والطاقة بتاعة التفاعل ده بدون استخدام عامل حفاز 300، معنى كده إن المقدار ده كله بيساوي 400. حلو. طيب أنا عايز المقدار
او طاقة التنشيط بتاعتنا في التفاعل الطردي. يعني انا عايز القيمة دي اللي هي اللي فوق دي، اجيبها ازاي؟ اول حاجة انا قايل لي الحتة دي مقدارها قد ايه؟ مقدارها 250. فانا ممكن اطرح ال 250 من ال 400، فتصبح الجزء ده مقداره كام؟ مقداره 150. طيب انا عايز طاقة التنشيط بدون استخدام، او عفوا عند استخدام عامل حفاز. يبقى انا في الحالة دي هتبقى الطاقة بتاعتي اللي انا هوفرها او اللي انا هحتاجها 150. تاني، انا دلوقتي قل الطاقة المنطلقة من التفاعل، معنى كده ان التفاعل بتاعي ده تفاعل طارد. يعني معنى كده ان القيمة او الفرق بين طاقة المتفاعلات وطاقة النواتج عندي بتساوي 100. طب حلو، المجموع بتاع المية والتلتمية دول على بعض اللي هو طاقة التنشيط بعد استخدام عامل حفاز هتساوي كام؟ هتساوي 400. طب أنا ممكن أطرح بقى ال 400 دي من ال 250، هتطلع القيمة معايا قد إيه؟ هتطلع القيمة معايا 150. إذا الإجابة عندي هتبقى ج. طيب هنا بيقول لك في التفاعل الآتي ال A2 زائد B2 تفاعل طردي وتفاعل انعكاسي، يعني بتدينا 2AB ودلتا اتش عندي بتساوي سالب 40 كيلو جول. إذا علمت أن طاقة التنشيط غير المحفز بتساوي 60 كيلو جول، فإن طاقة التنشيط العكسي الغير محفز. أول حاجة عشان ترسم، عشان تريح دماغك في المسائل اللي زي كده، ارسم التفاعل. اول حاجه الدلتا اتش بتاعتي بالسالب، معنى كده ان التفاعل بتاعي ده تفاعل طارد. يبقى انا معايا المتفاعلات وبعدين معايا النواتج. حلو، القيمه بتاعتنا هنا كده الحته الفرق بين المتفاعلات والنواتج بتساوي 40. طيب وقال لك ان طاقه التنشيط في التفاعل الطردي بتاعنا الغير المحفز، يعني المنطقه دي كلها كده بتساوي كام؟ بتساوي 60. جميل. وبعدين قال لك هو عايز طاقة التنشيط في التفاعل. لو انا هاجي احسب الرقمين دول على بعض، 60 زائد 40 هيطلع كام؟ هيطلع 100. طيب 100 ده في انهي اتجاه في التفاعل؟ في الاتجاه الطردي. طب انا لو انا عايزه في الاتجاه العكسي بقى، هيبقى معايا كام الرقم؟ هيطلع برضو 100، لان انا هرجع اخد القيمة دي كلها، لان هي الفرق بين الدلتا اتش معايا والتفاعل بتاعي اللي هو الغير محفز في الاتجاه الطردي. اذا هتبقى القيمة هنا قد ايه؟ مقدارها 100. طيب اللي بعديها في تفاعل كيميائي فيه طاقة التنشيط التفاعل الطردي قبل استخدام عامل حفاز 130 كيلو جول على مول، وطاقة التنشيط التفاعل العكسي بعد قبل استخدام العامل الحفاز هتساوي 210 كيلو جول على مول، وبعد استخدام هتساوي 180. فإن طاقة التنشيط التفاعل الطردي بعد استخدام العامل الحفاز تساوي كذا. شباب أنا عايز من النقط اللي هو بيديها لي في المسألة أحدد نوع التفاعل بتاعي، هو تفاعل تام، تفاعل ماس أو تفاعل طارد. التفاعل الطارد بتاعي، يبقى التفاعل بتاعي لو طارد هتكون طاقة التنشيط بتاعة التفاعل العكسي أكبر من طاقة التنشيط بتاعة التفاعل الطردي. تاني، أنا من إمتى أو إزاي أحدد نوع التفاعل بتاعي؟ لما هو مديني طاقة التنشيط في التفاعل العكسي والطردي. والله لو هو مديني طاقة تنشيط في التفاعل العكسي قيمتها أكبر من التفاعل الطردي، في الحالة دي التفاعل بتاعي نوعه طارد. لو طاقة التنشيط بتاعتي في التفاعل العكسي أقل من طاقة التنشيط في التفاعل الطردي، كان التفاعل بتاعي في الحالة دي تفاعل موس. تاني، يبقى لو هو مديني طاقات التنشيط، طاقة تنشيط عكسي أكبر من طردي يبقى التفاعل طارد، لو عكسي أصغر من طردي يبقى تفاعل موس. طيب أنا عايز أحدد بقى هنا القيمة بتاعت الإيه؟ التفاعل الطردي بعد استخدام عامل الحفاز. بص هو مديني 210 وكام و130.
تاني، طاقة التنشيط بتاعتي في التفاعل العكسي أكبر من الطردي، التفاعل طارد. تعال نبص هنا على القيمة بتاعتي. هنا بيقول لك طاقة التنشيط التفاعل الطردي قبل استخدام العامل الحفاز 130، وبعد استخدام عامل حفاز هتبقى 210، وبعد استخدامه والتفاعل العكسي قبل استخدام العامل الحفاز 210، وبعد استخدامه 180. ركز كده، هلاقي ان طاقة التنشيط التفاعل العكسي اكبر من الطردي. في الحالة دي هيكون التفاعل بتاعي نوعه ايه؟ هيكون التفاعل بتاعي نوعه طارد. ثانية، التفاعل بتاعي هيكون نوعه طارد. حلو. هنا بيقول لك طاقة التنشيط التفاعل الطردي قبل استخدام العامل الحفاز، يعني القيمة هنا كده عندي في الحتة دي، مش جاية هنا. الحتة دي كلها كده هتساوي كام؟ هتساوي 130. والعامل بدون استخدام عامل حفاز في التفاعل العكسي 210، وبعد استخدام العامل الحفاز يعني برضو في نفس الاتجاه، معايا الجزئية دي كده اللي هي في النص، في الحتة دي بالظبط، هتساوي قد ايه؟ هتساوي 180. طيب هو عايز ايه؟ هو عايز طاقة التنشيط في التفاعل الطردي بعد استخدام للعامل الحفاز. طب انا عايزه الجزئيه دي، اول حاجه ال 210 ناقص 130، 210 ناقص 130، ثواني نجيب آلة حاسبة. 210 ناقص 130 هتطلع 80. طب انا عايز القيمة بتاعتنا بقى اللي احنا موفرينها من ال 130 دول قد ايه؟ هنطرح ال 130 ناقص عفوا ال 180 ناقص ال 80، هتطلع كام معايا؟ هتطلع 100 تاني. يبقى انا معايا الطاقة بتاعتي 210 في التفاعل العكسي، معنى كده ان التفاعل بتاعي هيكون تفاعل طارد. فانا هطرح ال 210 ناقص ال 130، هتطلع كام؟ هتطلع 80. 80 هطرحها من ال 180 الموجودين معايا، هيبقى الرقم بتاعي كام؟ هيبقى الرقم بتاعي 100 كيلو جول على مول. طيب ركز في حاجة عايزة أقول لك عليها تاني، برضو أرجع أقولها. لو أنا معايا طاقة التنشيط التفاعل الطردي أقل من العكسي، يبقى أنا كده معايا تفاعل طارد. يبقى العكسي لو أكبر من الطردي يبقى كده تفاعل طارد، لو العكسي أقل من الطردي يبقى تفاعل موس. السؤال 34 بيقول لك إذا كانت محصلة الطاقة المنطلقة طاقة منطلقة بقى تفاعل طارد من أحد التفاعلات تساوي A، وطاقة التنشيط في اتجاه الطرد بدون استخدام العامل الحفاز بتساوي B، وطاقة التنشيط في الاتجاه الطردي بعد استخدام عامل حفاز تساوي C، وطاقة التنشيط في الاتجاه العكسي في وجود عامل حفاز هتساوي D. يبقى أنا دلوقتي محتاجة أرسم رسم. بص يا سيدي، اول حاجه قال لي طاقه منطلقه يبقى تفاعل طارد، برسم رسمه للتفاعل الطارد. قال لك محصله الطاقه المنطلقه من التفاعل ده، يعني الحته دي هتساوي ايه؟ وطاقه التنشيط في الاتجاه الطردي بدون استخدام العامل الحفاز، يعني الجزئيه دي هي بي. طيب وطاقه التنشيط في الاتجاه الطردي بعد استخدام العامل الحفاز، لو احنا هنفرض ان هنا العامل الحفاز بتاعي يعني الجزئيه دي كده هتساوي سي. وقال لك إن طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي في وجود عامل حفاز، يعني الجزئية دي لحد هنا كده هتساوي إيه؟ هتساوي دي. هو عايز إيه بقى؟ هو عايز آه طاقة التنشيط في الاتجاه العكسي أي مما يلي صحيح بقى. بيقول لك إن بي اللي هي دي هتساوي A زائد C. لأ مش هتنفع. يبقى الإجابة الأولانية مش هتنفع، لأن هو مش هتمشي كده. هو ممكن تمشي معايا ان الدي بتاعتي
تساوي سي زائد ايه. طب انا لو عايزة سي هتساوي دي ناقص ايه. فين الكلام ده؟ هتبقى الإجابة د. تاني، هو عايز قيم يعني عايز أرقام. أول حاجة لو طلب مني بي، هتبقى البي بتاعتي هي التفاعل الطردي بدون استخدام عامل حفاز، فهتبقى A زائد C مش هتنفع. طب أنا لو عايزة أجيب قيمة C نفسها، C هتساوي الدي ناقص A. هتساوي A ناقص D برضو مش هتنفع. الدي هتساوي A ناقص C، لا هو بتساوي مجموعهم. طب أنا لو عايز السي دي هتساوي قيمة الدي اللي معايا ناقص A. لما تجيلي مسألة زي كده يا سنة تالتة أرسمها الأول. طيب السؤال رقم 36. هنا بيقولك في التفاعل الآتي: إذا كانت طاقة تنشيط تكوين، يبقى أنا كده بعمل تفاعل تكوين لل HBr هي بتساوي كذا، وطاقة تنشيط انحلال يبقى أنا كده بعمل تفاعل انعكاسي ليها، تفاعل رايح راجع بتساوي كذا، فأي مما يلي يعبر عن تفاعل تكوين ال HBr، قيمة التغير في المحتوى الحراري له على الترتيب. شباب أنا لما باجي أعمل آه، طاقة تنشيط معايا تكوين، يبقى أنا بعمل إيه؟ يبقى التفاعل بتاعي ده اللهم صل على سيدنا محمد في الاتجاه الطردي. معنى كده إن أنا باخد ال H2 زائد ال Br2 وبكون بيها، أو باخد نص مول أو نص جزيء من الهيدروجين والبروم عشان أكون HBr. هي قد إيه؟ هي 250. يبقى ده التفاعل الطردي. وطاقة انحلال HBr هتساوي 225. يبقى لو أنا هرجع بقى التفاعل ده العكسي، يبقى ده العكسي هتساوي كام؟ هتساوي 225. فأي مما يلي يعبر عن طاقة التكوين بتاعت مين؟ بتاعت ال HBr هتساوي إيه؟ هتساوي، أنا لو هاجي أرسم التفاعل ده، التفاعل بتاعي برضو تفاعل طارد للحرارة، أو هنرجع بيها سنة ورا. لو انا هتكلم في التفاعل الانعكاسي، طب انا هعرف منين برضو ان التفاعل بتاعي ده طارد ولا ماس؟ من قيم طاقة التنشيط. لو قيمة طاقة التنشيط العكسي اكبر من الطردي يبقى التفاعل طارد. دي هتساوي 225. طب انا في الجزئية ده هتساوي قد ايه؟ هتساوي 205. انا عايز ايه؟ انا عايز الفرق بين المتفاعلات والنواتج اللي هي الحتة دي. يبقى انا في الحالة دي هطرح ال 225 من ال 205، فالقيمة دي هتبقى كام؟ هتبقى 20. بس خلي بالك 20 دي طاقة التفاعل. طب انا عايز بالدلتا اتش هتبقى بالسالب. ليه؟ لان التفاعل بتاعي في الحالة دي تفاعل طارد للحرارة. عرفت ازاي؟ عرفت من قيم طاقة التنشيط. لو العكسي اكبر من الطردي يبقى التفاعل في الحالة دي طارد للحرارة. إذن الإجابة عندي هتكون إيه؟ هتكون ألف. طيب بص بقى على اللي بعديها، بيقول لك يتحول مول من المركب A إلى مول من المركب B وتنطلق طاقة قدرها، تنطلق يعني برضو التفاعل إيه؟ طارد للحرارة. طاقة قدرها تساوي إيه بقى؟ تساوي 40 كيلو جول. فإذا علمت أن المحتوى الحراري للمركب B يساوي 50 كيلو جول، وطاقة التنشيط 1 مول من المركب B إلى المركب A تساوي 110، فإن طاقة الجزيئات المنشطة وطاقة تنشيط تحول المركب من A إلى المول من المركب B هم على الترتيب كذا. ارسم التفاعل الأول. احنا دلوقتي بيقول لك بتحول مول من A إلى B، يبقى أنا معايا دلوقتي A بتتحول لمين؟ بتتحول إلى B، والتفاعل في الحالة دي الدلتا اتش بتاعته بتساوي قد إيه؟ بتساوي سالب 40 كيلو جول على مول. فإذا علمت أن المحتوى الحراري، بص بقى خطوة خطوة. أول حاجة هرسم التفاعل بتاعي. أنا معايا هنا ده ال A رايح عند مين؟ رايح عند ال B. عرفت ازاي ان الطاقة بتاعتي ايه؟ الطاقة بتاعتي منطلقة. هنا بيقول لك انا معايا ده المتفاعلات اللي هو ايه، وعندك تحت كده ده ال B.
إذا علمت أن المحتوى الحراري للمركب B، المحتوى الحراري للمركب B بتاعنا ده بيساوي قد إيه؟ بيساوي 50 كيلو جول. وطاقة تنشيط تحول مول من مركب B لمركب A، يعني الجزئية دي كلها كده هتساوي كام؟ هتساوي 110. فإن طاقة الجزيئات المنشطة يعني وطاقة التنشيط بتساوي قد إيه؟ طيب أول حاجة، أنا دي قيمتها كام؟ قيمتها 50. 50، وهو قال لي إن طاقة التفاعل يعني الفرق بين A و B دي كلها قد إيه؟ بتساوي 40. يعني معنى كده إن أنا ممكن أجيب الجزء ده، هجيبه إزاي؟ إن أنا أطرح ال 110 ناقص ال 40. 110 ناقص ال 40 هتطلع كام؟ هتطلع 70. هتطلع كام؟ الجزئية دي هي طاقة التنشيط بدون استخدام عامل حفاز معايا هيساوي 70. طيب أنا عايز بقى طاقة الجزيئات المنشطة. طاقة الجزيئات المنشطة بتاعت اللي هو القيمة دي، اللي هو الجزئية اللي فوق دي، الحتة دي بتساوي قد إيه بقى؟ لو أنا معايا دي كلها 70، حلو، اللي هي مين؟ طاقة التنشيط بتاعتي. عايزين بقى طاقة الجزيئات المنشطة. لو أنا معايا دي كلها كام؟ 70 و50. 70 و50 هيطلعوا قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، دي 110. 110. اه الجزيئات بتاعتنا المنشطة اللي هو الجزء ده كله، اللي هو قد ايه؟ اللي هو ال 110 زائد ال50 هتطلع قد ايه كلهم مجموعهم؟ هتطلع 160. فأنا بدور في الإجابات بتاعتي على كام؟ بدور في الإجابات بتاعتي على 160 و70. 190 و90 لأ. 40 و160 لأ. هنيجي نبص على باقي هنلاقيها صح. بص كده، أول حاجة تاني طاقة التنشيط بتاعة الجزيء ده أو الجزيئات بتاعتنا هنا، أو طاقة المحتوى الحراري بتاعنا بتساوي 50. وعندي الجزء كله في التفاعل الانعكاسي أو العكسي بتساوي 110. وعندي طاقة التفاعل بتاعتي بتساوي 40. فأقدر أجيب الجزء اللي فوق اللي هو بيساوي قد إيه؟ بيساوي 70. طيب أنا عايز بقى الطاقة بتاعت الجزيئات المنشطة دي مقدارها قد إيه؟ بجمع ال 110 على ال 50 بتاعت طاقة الجزيئات بتاعتي دي كلها، هتطلع قد إيه؟ هتطلع 160. الجزء اللي بعد كده بيتكلم معانا في الخواص المغناطيسية والعزم المغناطيسي. خلي بالك العزم المغناطيسي هو ايه او بيمثل لنا ايه؟ بيمثل عدد الالكترونات المفردة. طيب المفردة فين؟ عامة هو بتبقى مفردة في المستويين الفرعيين 4S و 3D. بص معايا كده، انا عدد الالكترونات المفردة في العناصر، هو دلوقتي قال لي عناصر مش كاتيونات، يعني مش عناصر فاقدة أو الذرات فاقدة إلكترونات، لا ده هو في الحالة المستقرة. بزيادة العدد الذري بيزداد عدد الإلكترونات المفردة، بس في المطلق لا، احنا بنوصل لحد الكروم وبنبدأ والمنجنيز وبنرجع نجوز تاني بقى الكروم، وبعدين بيحصل تزاوج مرة أخرى في ال 3D. إذا ألف دي مش هتنفع. فأنا محتاج إن أنا يكون معايا ماشي التفاعل طردي بين العزم المغناطيسي والعدد الذري، ونيجي عند نقطة اللي هي بتكون فيها أقصى عدد إلكترونات مفردة عند الكروم اللي هو 6، وبعد كده بيحصل ازدواج لحد ما بيوصل لصفر، اللي هو بيكون معايا مين؟ اللي هو بيكون النحاس. ايه هو العزم المغناطيسي؟ هو عدد الإلكترونات المفردة اللي موجودة معايا. طيب بيقول لك عنصر اكس يقع في المجموعة الخامسة، فإن أكسيده الذي يتنافر مع المجال المغناطيسي. يتنافر يعني إيه؟ يعني المادة بتاعتنا ضايع، يعني الدي فارغة، يا إما الدي ممتلئة بالإلكترونات. لما نيجي نتكلم عن المجموعة الخامسة مش هينفع أخلي الدي فيها 10 إلكترونات. 10 إلكترونات ده يبقى المجموعة يا إما 1B يا إما المجموعة 2B. لكن الحل الوحيد اللي ممكن يحصل لأي عنصر من العناصر اللي موجودة
من المجموعة 3B لحد المجموعة الثامنة، ان انا اوصل، او بالاحرى لحد المجموعة السبعة، ان انا اوصل الدي تبقى فارغة. وهو ده الحل اللي بيخلي العنصر اللي معايا او مركبه يتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي، يعني انا بحوله لضايع. طيب انا عارف ان الفي هو عدد الذري 23، هو موجود معايا في المجموعة انهي؟ موجود معايا في المجموعة الخامسة. فانا محتاج اكسيده اللي بيخلي الدي تبقى فارغة. فالاكسيد اللي بيخلي الدي فارغة هو V2O5. والعنصر ده او الاكسيد ده بيستخدم في صناعة المغناطيسيات، وبيستخدم في حاجات كتير جدا، ومن اهمها اللي هي صناعة المغناطيسيات. يبقى الرمز بتاعي هنشيل الفي ونحط اكس، يبقى الاكس بتاعتي اكس 2 او 5، فهتبقى الدي معايا. طيب 40 بيقول لك ايه؟ جميع ازواج الايونات التاليه تتساوى في العزم المغناطيسي ما عدا. انا محتاج تكون الدي، او تكون الدي والاس متساويين في عدد الالكترونات المفرده في حالتين. بيقول لك ما عدا، يبقى اكيد مش هتتساوى في حاجه واحده. لو جينا نجرب المنجنيز والكروم في الموجب 6، يعني كده الدي فارغة. يعني المنجنيز برضو الدي فارغة، فالألف دي صح ماشية معايا. لو جينا نبص على التي اي بوزيتيف 2، معنى كده ان الدي عندي فيها 2 الكترون، والتي اي الان اي عفوا بوزيتيف 2، معنى كده ان الدي برضو فيها 2 الكترون، لان هو بيبقى عنده 8 الكترونات. فالبي دي برضو ماشية. تعالى بص بقى على مين؟ على السي ار بوزيتيف 3. لو جينا نبص عليها هنلاقي ان 3 دي فيها كام الكترون؟ فيها 3. ولو جينا بصينا على السي او، الدي دي 3 الكترونات مفردة، هنفقد واحد من اس واتنين من الدي. ادي واحد، اتنين، تلاتة. حلو. يبقى الراجل ده عنده 3 الكترونات. طب تعالى بص على السي او موجب 3. السي او اول حاجه عدده الذري 27، فلما نيجي نبص عليه هنفقد 2 الكترون من الاس وواحد من الدي. الدي في الحاله العاديه فيها 7 الكترونات، هنفقد الكترون واحد من الدي، فالدي هتصبح كام؟ هتصبح 6. 6 الكترونات. تمام. هنوزع فرد الاول، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبعدين هنا ستة. فلما اجي ابص على الكوبالت هلاقي ان ال 3 دي فيها ست الكترونات، يعني معنى كده ان انا معايا اربع الكترونات مفردة. فاكيد اللي مش هيتساوى في عدد الالكترونات بتاعتي هو السي ار بوزيتيف 3 والسي او بوزيتيف 3. طب تعالى نتأكد ان انا معايا الفاناديوم بوزيتيف 2. الفاناديوم بوزيتيف 2 معنى كده ان ال 3 دي فيها 3 الكترونات، والسي او 3 الكترونات كلهم، وثلاث الكترونات فردي. السي او بوزيتيف 2، يعني انا هفقد الاثنين الكترون اللي موجودين في الاس، وال 3 دي فيها 7، معنى كده ان انا برضو معايا 3 الكترونات مفردة موجودة في السي او. فال40 هتبقى اجابتها ج. اي مما يلي يعبر عن المادة اكس. لو جينا بصينا، المادة اكس هنا بتعمل ايه؟ بتعمل تنافر. هي مش داخلة جوه المجال المغناطيسي اللي هو الN والS دول، مش دخلت جواهم. والمؤشر بتاع المنحنى بتاعنا بعيد. يبقى أنا إيه اللي بعرفني إن المادة بتاعتي هنا منجذبة للمجال المغناطيسي؟ أول حاجة هلاقيها جوه المجال المغناطيسي، معنى كده إن هي بتعمل إيه؟ بتعمل انجذاب. أما لو بعدت كده معناها حصل إيه؟ حصل تنافر. طب أنا عايز المادة بتاعتي اللي بتتنافر. التنافر بتاعي ده بيعني ان الدي يا اما فارغة او الدي فيها 10 الكترونات. طب انا مين ممكن يمثل لي الموضوع ده؟ لو جينا بصينا على الدبليو بوزيتيف 2، وهو ده الحديد، والحديد في كل المركبات بتاعته بارا، يعني بارا بي ايه؟ بينجذب. لو بصينا على الاكس بوزيتيف 2، معنى كده ان هو ده النيكل، والنيكل برضو بينجذب للمجال المغناطيسي في المركبات بتاعته او في الكاتيونات بتاعته. تعالى بص على اكس بوزيتيف 2، اللي هو مين؟ اللي هو النحاس، سي يو بوزيتيف 2. لما اجي اوزع سي يو بوزيتيف 1 عفوا، لما اجي اوزع هلاقي ايه؟ هلاقي ان الدي عندي فيها 10 الكترونات،
ليه؟ لان انا هفقد الالكترون اللي موجود معايا في الاس، والدي هتبقى كامله. اذا هو ده العنصر اللي انا بدور عليه. ليه؟ لانه هيعمل تنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. بص بقى على 42. بيقول لك ايه؟ بسم الله. اي من الايونات الاتيه عند وضع بين قطبي ميزان جوي او جوي، وات ايفر انت هتنطقها ايه، يزداد وزنه الظاهري. يزداد وزنه الظاهري معناها ايه؟ معناها ان هو هينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي. اول حاجه، المنجنيز بتاعي ده موجب 7، يعني دي فارغه، عمره ما هينجذب. ليه؟ لانه هيبقى ضايع. التي اي بوزيتيف 4 برضو هتتنافر مع المجال المغناطيسي لانها ضاي. السي ار بوزيتيف 6 برضو هتتنافر مع المجال المغناطيسي لانها ضاي تاني. يبقى الكروم بوزيتيف 6 والتي اي بوزيتيف 4 والام ان بوزيتيف 7 دولت هيتنافروا مع المجال المغناطيسي لانهم ايه؟ لانهم كلهم كده ضايع. ليه ضايع؟ لان الدي فارغه. طب لما اجي ابص على سي يو بوزيتيف 2 هلاقي ان الدي فيها 9 الكترونات، يعني عندها اوربيتال واحد. فمعنى كده ان هو هينجذب للمجال المغناطيسي، فهيزداد الوزن الظاهري للمؤشر بتاعي. حلو. طيب السؤال اللي تحت ده مهم قوي، وحاول تاخد بالك منه لانه بيسأل عليه كتير جدا وبيلعب فيه في الأسئلة. بيقول لك ايه؟ في الشكل المقابل المادة التي تحدث أكبر انحراف، يعني أكبر عدد إلكترونات مفردة، لمؤشر الميزان الحساس عند وضعه في الأنبوبة بين قطبي مجال مغناطيسي، يبقى أكبر انجذاب أو انحراف هو أكبر عدد إلكترونات مفردة. بص معايا هنا كده. لو جينا بصينا على السي ار هلاقيها بوزيتيف 3. بوزيتيف 3 يعني ايه؟ يعني دي فيها 3 الكترونات مفردة، يبقى 3 دي فيها 3 الكترونات مفردة. الاف اي بوزيتيف 2 معنى كده ان الاف اي بوزيتيف 2 عندها 4 الكترونات مفردة، يبقى دي عنده 3 الكترونات مفردة. الام ان بوزيتيف 2 معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا معايا الدي فيها 5 الكترونات. طب الفي او معنى كده ان الفي عدد التأكسد بتاعه موجب 2، يعني الراجل ده عنده الدي فيها 1 الكترون بس. الدي عفوا فيها 3 الكترونات. يبقى هنا الدي بتساوي فيها كام الكترون؟ الدي فيها 3 الكترونات مفردة. طب مين اللي عنده اكبر الكترونات مفردة؟ هلاقيها الاجابة بتاعتي مين؟ جيم. ليه؟ لان الدي عندي فيها 5 الكترونات حرة، يبقى الراجل ده عنده 5 الكترونات حرة. 44 مركبان اكس وواي يختلف فيهما عدد تأكسد الفلز الانتقالي A عند وضعه في عند وضع المحلول المركب اكس، وأنبوبة الاختبار الجهاز المبين بالشكل لوحظ انحراف المؤشر جهة اليمين دليل على التجاذب المغناطيسي، وعند وضع المركب واي في أنبوبة الاختبار لوحظ انحراف المؤشر جهة اليسار دليل على التنافر في المجال المغناطيسي. أي العناصر التالية تعبر عن عنصر A؟ أول حاجة احنا معانا مركبين مختلفين، واحد X وواحد Y، فيهما عدد تأكسد الفلز الانتقالي A عند وضع المحلول في محلول المركب A X في أنبوبة اختبار الجهاز المبين. لوحظ انحراف المؤشر بتاعي مع المجال المغناطيسي، تجاذب مع المجال المغناطيسي. معنى كده ان الماده بتاعتي دي ايه؟ ماده بار. وعند وضع محلول المؤشر واي في انبوبه اختراق انحراف انبوبه اختبار عفوا، لوحظ انحراف المؤشر جهه اليسار دليل على التناقض. معنى كده ان الماده بتاعتي ضايع. هو عايز ايه؟ انا عايز من الماده بتاعتي دي ماده بتنجذب للمجال المغناطيسي. انا محتاجه السؤال ده تعلمولي عليه، السؤال ده مهم جدا. يبقى ايه؟ مادة بارة. يبقى اكس ده مادة بارة، وواي دي مادة ضايع. عايز ايه بقى؟
لو جينا بصينا على الكوبالت، لو جينا بصينا على الكوبالت والنيكل والحديد، هنلاقي ان كل المركبات بتاعتهم بارة. انا دلوقتي معايا اكس بياخد جزء من المركب، عندي مركب ايه بياخد جزء من المركب اكس وواي. يعني مثلا ممكن نقول ايه اكس، ايه اكس 2 مثلا، ايه واي 2. يبقى ايه بياخد جزء من المركب ده، مرة هيبقى بارة ومرة هيبقى ضاي. لو جيت بصيت على المركب او العنصر كوبالت ونيكل وحديد، هلاقي ان كل الخواص بتاعتهم بتبقى بارة فقط. ما ينفعش او ما ظهرليش حالة تأكسد، هم كلهم موجودين في المجموعة الثامنة، ما ظهرليش حالة تأكسد بتوحي ان انا ممكن افقد الالكترونات اللي موجودة في الاس وموجودة في الدي مع بعض. ما عدا مين؟ ما عدا التيتانيوم. لما اجي ابص عليه هلاقيه ان هو بيديني مركبات من موجب 2 لحد موجب 4. موجب 2 وموجب 4، موجب 4 دي بتبقى ضايع، موجب 2 دي بتكون ايه؟ بتكون بارة. اذا المركب اللي ممكن يكون بارة وضايع في نفس الوقت هو مين؟ هو باء. السؤال ده بيعتمد على فهمك لجدول اعداد التأكسد. تاني، لو انا معايا مركبين بتختلف اعداد التأكسد بتاعتهم، جزء من المركبين دول فيهم ايه؟ ايه ده لو انا جيت حطيته في مرة في الاكس مع مركب اكس كان بارة، عمل انجذاب للمجال المغناطيسي. حطيته في واي او كان جزء من مركب واي فعمل تنافر مع المجال المغناطيسي، اذا هو مادة ضايع. مين عنده قابلية انه يبقى بارة وضايع؟ هو التيتانيوم او التيتانيوم. تعال شوف سؤال 45، بيقول لك عند تعليق أنبوبتين متماثلتين لهم نفس الكتلة كل على حدة كما بالشكل المقابل، الأولى بها كبريتات حديد ثلاثية، يبقى هنا الاف اي بتاعي موجب 3، والثانية بها كبريتات الخرسين، هنا زد ان موجب 2. خلي بالك مركب كبريتات الخرسين معناها ان هو بارة، وكبريتات الحديد الثلاثي عفوا هتبقى بارة، كبريتات الخرسين هتبقى ايه؟ هتبقى مادة ضايع. اتحطوا الاتنين تحت مجال المغناطيسي. لو انا معايا الانبوبة اكس دي تحت مجال مغناطيسي، لكل المهمة فإننا نلاحظ انحراف المؤشر معطيا قيمة متساوية للأنبوبتين في نفس الاتجاه؟ لا. انحراف المؤشر معطيا قيمة أكبر للأنبوبة الأولى وقيمة أقل للأنبوبة الثانية؟ برضو لا. انحراف المؤشر معطيا قيمة آه، أقل للقيمة للأنبوبة الأولى وقيمة أكبر للأنبوبة الثانية في نفس الاتجاه؟ أكيد لأ. أنا ما بتكلمش على نفس الاتجاه يا سنة تالتة، هما واحد برا وواحد ضارع، يبقى أكيد هما الاتنين في عكس الاتجاه، واحد بيتجاذب وواحد بيتنافر مع المجال المغناطيسي. إذا الإجابة عندي هتبقى إيه؟ هتبقى دي. طيب نيجي نبص على 46. هنا بيقول لك ايه؟ ترتب الايونات التاليه: اف اي موجب 2 وسي ار موجب 3 وان اي موجب 2 حسب عزمها المغناطيسي. اف اي موجب 2 دي يعني هو عنده 4 الكترونات مفردة، والان اي موجب 2 يعني عنده 2 الكترون مفرد، والسي ار موجب، اللهم صل على سيدنا محمد، سي ار موجب 3 يعني فقدنا 2 من الاس وواحد كمان من الدي، يبقى الراجل ده عنده 3 الكترونات مفردة. يبقى مين اكبر حاجة؟ هو الحديد الثنائي، وبعدين يليه مين؟ يليه الكروم الثلاثي، وبعدين ال- النيكل الثنائي. اذا الاجابة عندي هتبقى ايه؟ هتبقى الف. ليه؟ لان الحديد الثنائي عنده 4 الكترونات مفردة، يليهم الكروم الثلاثي ثم النيكل. العبارات التالية 47 تعبر عن خواص بعض العناصر الانتقالية، أي منهما تمثل العنصر الأكبر في الحجم الذري. أنا دلوقتي عارف
ان اعلى عنصر في الحجم الذري هو الاسكنديوم، وبعدين التيتانيوم، وبعدين الفاناديوم. وبيحصل ثبات نسبي من الكروم لحد النحاس السيو. مين اكبر حاجة موجودة معايا بقى في نص القطر؟ هو الاسكنديوم، يعني اكبر حجم ذري. عايز بقى الكلام على الاسكنديوم ده، كتلته الذرية اكبر من العنصر الذي يليه في الدورة؟ لا، الكتلة الذرية بتاعتنا بتزداد بزيادة العدد الذري من اليسار إلى اليمين، يعطي حالة تأكسد تتعدى رقم مجموعته. بالعكس، الراجل ده هو اللي بيدي حالة تأكسد موجب 3، وما عندوش غير حالة تأكسد واحدة بس. أقل عناصر في السلسلة في الكثافة، لما كنت بقول لكم إن رو بتساوي الام على في، انا دلوقتي كتلتي صغيره وحجمي كبير، معنى كده ان الكثافه بتاعتي هتبقى ايه؟ هتبقى قليله. ليه؟ لان انا عندي علاقه عكسيه بين الكثافه والحجم. يبقى الاجابه عندي هتبقى ايه؟ هتبقى ج. اكبر عناصر السلسله في العزم المغناطيسي، لا، اكبر عنصر في العزم المغناطيسي عندي هو الكروم، ويليه مين؟ يليه المنجنيز. اكس وواي وزد ثلاث عناصر متتالية من السلسلة الانتقالية الأولى. اكس أقلهم في العدد الذري. اكس جميع مركباته بارة متتالية. واي مركباته بارة مغناطيسية وضاية. بارة وضاية دولت يعني ايه؟ يعني ممكن يكون النحاس مثلا، وبدل هما متتاليين ممكن العنصر اللي قبلهم اللي هو مين؟ النيكل. طيب جميع مركباته ضايع، يبقى ده اكيد الزنك. احنا كده بنتكلم في مين؟ بنتكلم في النيكل والنحاس والخرسين او الزنك معاه. خلي بالك بيقول لك من عناصر السلسله الانتقاليه الاولى، ما قالش عناصر انتقاليه، هم قال لك السلسله الانتقاليه الاولى. يعني معنى كده ان انا لما جبت سيره الزنك هنا كان كلامي صح. بيقول لك ايه؟ اول حاجه، يتساوى اكس وواي في عدد الكترونات المستوى الفرعي دي؟ لا. يتساوى واي وزد في عدد الالكترونات في الفور اس؟ برضو لا. يتساوى الاكس والواي في عدد الالكترونات بتاعه الفور اس؟ برضو لا. يتساوى الواي والزد في عدد الالكترونات ال 3 دي؟ صح. ايش عرفنا؟ لما بنيجي نوزع بنلاقي ان ال 3 دي في حالة الزنك بيبقى فيه 10 الكترونات، وفي حالة النحاس ال 3 دي بيكون برضو فيها 10 ايه؟ الكترونات. السؤال 49. 49 بيقول لك عنصر انتقالي من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، يستخدم أحد مركباته كمبيد للفطريات، فإن العنصر واي الذي يليه في السلسلة. خلي بالك، أنا عندي مبيدين للفطريات، كل الكبريتات مبيد للفطريات. لو انا هفرض ان الاولاني الكبريتيت بتاعي MnSO4، يبقى الكلام على العنصر اللي بعديه يليه. يبقى لو ده هفرضه ان هو اكس يعني هتبقى Fe. لو هفرض ان هو CuSO4 وده برضه مبيد للفطريات، فهيبقى التالي ليه Zn. يبقى اكس ممكن تكون Cu او Mn. هنا بقى بيتكلم معاك عن عنصر ايه؟ واي. بيقول لك غير انتقالي وجميع مركباته بارامغناطيسية. يعني ازاي هيبقى غير انتقالي ومركباته بار؟ فالإجابة رقم واحد مش هتنفع. غير انتقالي وجميع مركباته ضايع ممكن يمشي لو هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الزنك. تمام. انتقالي، ده هو كده بنفرض برضو انتقالي وجميع مركباته ضايع. ازاي انتقالي وجميع مركباته ضايع؟ مش هتنفع. انتقالي وجميع مركباته بارامغناطيسية، الكلام ده صح. يبقى هنا انا بديله الاحتمالين، ممكن يكون قصده كبريتات المنجنيز او كبريتات النحاس. ولو هو فرضه كبريتات المنجنيز فهو بيقصد الحديد اللي بعده اللي هو واي. لو هو قصده على النحاس فاكيد بيقصد اللي بعده على طول مين؟ الزنك. فالإجابة عندي هنا اللي هيكون صح هيكون كام؟ 2 و4. فالإجابة عندي هتبقى مين؟ هتبقى ج. سؤال 50.
عنصر انتقالي ايه من السلسلة الانتقالية أولى؟ هو هنا قال لي انتقالي، معنى كده ان هو من الكروم لحد النحاس. أيون ايه ضايع، ويتكون عندما يكون عدد الإلكترونات المفقودة من مستوى الفرع 3D بيساوي نص عدد الإلكترونات المفقودة من الفور اس، فإن ال A يسمى. أول حاجة بيقول لك عدد الإلكترونات المفقودة من ال 3D نص عدد الإلكترونات المفقودة من ال 4s. يعني ال 4s هتفقد الاتنين إلكترون اللي فيها، وال 3D هتفقد واحد إلكترون. ليه؟ لأن هو قال لك الإلكترونات المفقودة من ال 3D واحد، أو نص اللي موجود في ال 4s. الكلام هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم أكيد عن الإسكانديوم. ليه؟ لأن أنا ما عنديش غير الإسكانديوم اللي هو معاه حالة تأكسد موجب 3. دي أول حاجة. مركبات بتاعة الموجب 3 دي بتكون ضايع كلها. ضايع يعني إيه؟ يعني دي عندي في موجب 3 بتكون فارغة، يعني بتتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. بيستخدم في إيه بقى؟ في تكوين سبيكة مع الألمنيوم تمتاز بخفتها وشدة صلابتها. الكلام ده صح؟ إذا الإجابة بتاعت 50 هتبقى ألف. 51 أربع عناصر A و B و C و D. A له أعلى عدد تأكسد في السلسلة، ده المنجنيز. B تشمل ذرته على أكبر عدد إلكترونات مفروضة في السلسلة، يبقى ده الكروم. C هو العنصر الوحيد الضايع في السلسلة. هو كده بيتكلم عن سلسلة انتقالية أولى، يعني أنا ممكن أقول إن ده ZN. دي أقل كثافة، يبقى هو بيتكلم هنا عن مين؟ بيتكلم عن الإسكانديوم. ليه؟ لأنه أكبر في نص القطر. يبقى منجنيز، وبعدين منجنيز، كروم، نحاس، لأ. يبقى عندي منجنيز، كروم، خرسين، سكنديوم. يبقى الإجابة ج. 52 بقى. عنصر انتقالي إكس يقع في الدورة الرابعة، ويمكن تكوينه المركبات الآتية: إكس، إكس أو 2، وإكس بي أو 4، وإكس سي إل 2. في كل مركب من تلك المركبات يتساوى عدد تأكسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساوى عدد تأكسد العنصر مع عدد الإلكترونات المفردة في أوربيتالاته، وعند مقارنة X بالعنصر الذي يسبقه نجد أن. طيب، السؤال 52 ده مهم جدا 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 يا سنة تالتة. والسؤال ده فيه فكرة. الفكرة هي إيه؟ الكلمتين دول: يتساوى عدد التأكسد مع عدد الإلكترونات المفردة. أنا بحكي عن مين؟ بحكي عن النيكل. تاني، يبقى ملحوظة أحطها عندي أو أضيفها عندي في كتاب الشرح بتاعي: العنصر اللي عنده حالة تأكسد أو عدد تأكسد بيساوي عدد الإلكترونات المفردة في أوربيتالاته هو النيكل. طب مين اللي قبل النيكل؟ هو الكوبالت. إحنا هنا بقى هنتكلم عن الكوبالت. الكوبالت إيه بقى؟ أول حاجة، هو أكبر في الكتلة الذرية وأكبر في الكثافة. لأ، ليه؟ لأن إحنا كنا بنقول آه اللهم صل على سيدنا محمد. عند مقارنة اكس، اللي هو العنصر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو النيكل، هنقارن النيكل بالكوبالت. النيكل بتاعنا كان بيشذ في الكتلة الذرية لأنه عنده 5 نظائر مستقرة، المتوسط الحسابي لهم 58.7. يعني معنى كده إن إكس أكبر من العنصر الكوبالت، فالإجابة لأ. هو أصغر في الكتلة الذرية وأكبر في الكثافة، فالإجابة عندي هنا بي صح. أكبر في العزم المغناطيسي وأصغر في الكتلة الذرية. العزم المغناطيسي عندي هو عدد الإلكترونات المفردة، فالنيكل عنده 2 إلكترون مفرد، أما الكوبالت عنده 3. يعني معنى كده إن إكس أصغر، فالإجابة غلط. أصغر في العزم المغناطيسي وأكبر في الكتلة الذرية، غلط برضو. فالإجابة عندي ب. 52 سؤال مهم. 53، السؤال ده برضو من الأسئلة المهمة اللي قابلتني. حلو برضو. يبقى 53 سؤال مهم برضو. هنا بيقول إيه؟ عنصر إيه بارامغناطيسي في حالة التأكسد موجب 2 عنده 2 إلكترون مفرد، في أقصى حالة تأكسد له
بيكون ضايع. طيب اللي في حالة التأكسد موجب 2 عنده 2 إلكترون مفرد، فأنا عندي احتمالين. إيه هما؟ يا إما النيكل زي ما أنا لسه قايلة فوق، يا إما التيتانيوم. فالنيكل كل المركبات بتاعته بارة. مين المركب اللي عنده بيبقى ضايع؟ قال لك في الحالة دي هيبقى التيتانيوم. يبقى عنصر ايه ده؟ هو هنا بيحكي عن مين؟ بيحكي عن التيتانيوم. بص الناحية التانية، قال لك أول حاجة بارة في الحالة الذرية. في حالة تأكسد موجب 2 بيحتوي على 2 إلكترون مفرد. في أعلى حالة تأكسد عنده بيبقى بارة. بيحكي عن مين في بي؟ بيحكي عن النيكل. يبقى ايه هتبقى التيتانيوم، البي هتبقى النيكل. بص معايا، قال لك ايه العدد الذري اكبر من العنصر بي؟ غلط، لان النيكل عدد الذري 28 وايه 24. كثافة العنصر A اكبر من كثافة العنصر B. الكلام ده غلط، العكس. الحجم الذري لعنصر A اكيد اكبر من الحجم الذري للعنصر مين؟ B. ليه؟ لان من الاسكنديوم اكبر حجم ذري، وبعدين التيتانيوم، وبعدين الفاناديوم. بيحصل ثبات نسبي من الكروم لحد النحاس. فالاجابه عندي بالنسبه للحجم الذري هتبقى ج صح. تعال بص على اللي بعديها، بيقول لك العزم المغناطيسي للعنصر A اكبر من العزم المغناطيسي للعنصر B. لا، اذا كان احنا لسه قايلين ان هو في حاله التاكسد موجب الاثنين، هما الاثنين عندهم 2 الكترون مفرد، وهما بس يعني دي الحالة اللي هما بيتشابهوا فيها. بعد كده كل ما بنزود عدد تأكسد بتزيد إلكترونات مفردة في حالة البي. يبقى برضو الإجابة د مش نافعة. عنصران إكس وواي يقع من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. العنصر إكس يقع في العمود الخامس من الفئة دي. العنصر إكس يقع في العمود الخامس من الفئة دي. ده معناه مين؟ معناه كده إن هو بيتكلم عن المنجنيز. عنصر واي عنصر انتقالي له حالة تأكسد واحدة في مركباته. بيحكي عن مين؟ بيحكي عن الاسكندر. أي مما يلي يعد صحيح. بيقول لك إكس اللي هو المنجنيز كثافته أقل من الواي؟ لا، الواي هو اللي كثافته أقل. ليه؟ لأنه حجمه أكبر. طاقة التأين للإكس أقل من الواي؟ برضو لا، لان احنا هنا بنفقد 3 الكترونات، لكن احنا هنا لما بنيجي نفقد 3 الكترونات بيبقى الطاقه بتاعته اكتر، وهكذا. العزم المغناطيسي لاكس اكبر من واي، الكلام ده صح. ليه؟ لان الدي فيها 5 الكترونات مفرده، اما الدي عنده بيبقى الكترون واحد مفرد. اللي بعديها لديك عنصران A و B. العنصر A بارامغناطيسي في الحالة الذرية، وله حالة تأكسد واحدة. بيحكي عن مين هنا؟ أكيد أكيد ما عندناش عنده حد عنده حالة تأكسد واحدة غير مين؟ غير الإسكندي. والعنصر B أحد أكاسيده B2O5، ويستخدم في صناعة الأصباغ. يبقى البي ده هيبقى مين؟ هيبقى الفاناديوم. فإن العنصرين ألف اسكانديوم وفاناديوم، يبقى الإجابة بتاعتنا هنا ألف. 56. عنصر إكس ينتمي للسلسلة الانتقالية الأولى، وينجذب للمجال المغناطيسي الخارجي في حالته الذرية. وعند وضع كمية منه في أنبوبة اختبار 20 ملي ماء مقطر، يتكون مركب واي الذي يتنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. أي مما يلي يعبر عن العنصر إكس؟ طيب، هنا بيقول لك عنصر اكس ينتمي للسلسله الانتقاليه الاولى، وينجذب للمجال المغناطيسي في حالاته الذريه. يبقى في الحاله الذريه يعني في الحاله النقيه، يبقى الراجل ده بينجذب مع المجال المغناطيسي يعني في الحاله الذريه بارة. وعند وضع منه كميه في انبوبه اختبار يعني حولناه لمحلول، عمل ايه؟ تنافر مع المجال المغناطيسي الخارجي. مين من العناصر الانتقالية عنده القابلية دي؟ أول حاجة الإجابة بتاعتي هتبقى الإسكنديوم، لأن الإسكنديوم في الحالة الذرية
هيتكون معانا ال 3 دي فيها واحد الكترون فهيبقى بار عادي. انا لما ادوبه في ميه هتبقى بيكون معايا مركب موجب 3، يعني ال 3 دي فيه كام؟ فيه صفر، يبقى ضايع. المركب بتاعت الحديد كلها بتبقى مركبات بارة. الكالسيوم ملوش دعوة بالبارة والضايع. الزد ان في كل الأحوال بتاعته سواء كان في الحالة الذرية أو في كمحلول بتبقى ضايع ولا تنجذب للمجال المغناطيسي. فالإجابة عندي هنا هتكون الاسكنديوم. طيب 57 برضو من الأسئلة اللطيفة. بيقول لك ايه؟ أربع عناصر انتقالية A و B و C و D من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، فإذا كان دي أكبرهم كثافة، يعني أكبرهم كثافة يعني أقلهم في نص القطر. حلو. مين أقلهم في نص القطر؟ هنقول معانا مين؟ هنقول معانا مثلا اللي هو سي يو. فإذا علمت أن أيوناتهم في حالة التأكسد، في أعلى حالة تأكسد يعني في أقصى حالة فقد، حالات تتجاذب مع المجال المغناطيسي الخارجي. لحظة كده، النقطة دي مهمة ليه؟ لأن أنا أقصى حالة تأكسد بتساوي رقم المجموعة. ده بشوفه فين؟ بشوفه لحد المجموعة السبعة اللي هو فيها مين؟ اللي فيها ام ان. وهنا بيحصل تنافر بداية من الحديد، كوبالت، نيكل كده. الرقم بتاعهم في التأكسد ما بيعديش رقم المجموعة، وفي نفس الوقت الدي بيكون فيها إلكترونات فبتنجذب مع المجال المغناطيسي الخارجي، يعني معنى كده إن هم بارة. يبقى هو هنا بيقصد المجموعة الثامنة، وآخر حاجة فيهم هتبقى مين؟ هتبقى السي يو. إذا الترتيب بتاعنا هتبقى اف اي، سي او، ان اي، وسي يو. طيب عايز ايه بقى؟ بيقول لك في أي من هذه العناصر هو الأعلى في العزم المغناطيسي؟ أكبر عزم مغناطيسي بنلاقيه في الحديد، لأن أنا عندي الحديد عنده اف اي موجب 2 وموجب 3. موجب 2 يعني أنا معايا الدي فيها 4 إلكترونات مفردة، وموجب 3 بتكون الدي فيها 5 إلكترونات مفردة. يبقى أعلى حالة تأكسد بقابلها فين؟ بقابلها مع الإيه؟ اللي هو مين؟ اللي هو الحديد. طيب 58 عنصران متتاليان X و Y من السلسلة الانتقالية الأولى، والعدد الذري لعنصر X أصغر من Y. يعني معنى ده كده X وده Y، العدد الذري لعنصر X أقل من Y. حلو. ده الصغير. فإن عدد الإلكترونات المفردة في الذرة X أكبر من عدد الإلكترونات المفردة في الذرة إيه؟ Y. والعزم المغناطيسي للمركب موجب 4 وهنا موجب 4، معنى كده إن هو بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن عنصرين متتاليين، يعني مثلا الكوبالت والنيكل. ليه؟ لأن دولت الوحيدين اللي عندهم حالة تأكسد وهم عناصر متتالية في المجموعة الثامنة. أي من العبارات التالية تنطبق على أحد هذه العنصرين؟ عنصر واي يشذ في الكتلة الذرية عن باقي عناصر السلسلة الانتقالية الأولى. الإجابة صح، لأن هو هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النيكل. عنصر إكس يعتبر من المكونات السبيكة المستخدمة في صناعة زنبركات السيارات، يبقى هو كده بيتكلم عن الفاناديوم، والإجابة هنا غلط. عنصر واي يستخدم في صناعة دباغة الجلود وطلاء المعادن، ده مش الكروم. عنصر إكس يدخل مع الكادميوم في صناعة بطاريات القابلة لإعادة الشحن. لا، هيبقى بيتكلم عن الكوبالت. لا مش هيبقى كوبالت، هيبقى نيكل. فالإجابة ده الغلط. في الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين نص القطر والعدد النص القطر الذري والعدد الذري لثلاث عناصر. بيقول لك العناصر في المنطقة A نص قطرهم بيقل من اليسار إلى الإيه؟ اليمين. معنى كده لو هنتكلم معانا هيبقى ده سكانديوم، وبعدين مثلا هنقول إن ده تيتانيوم، وبعدين هنا إيه؟ الفاناديوم. وابدأ معانا من مين؟ من الكروم، بعدين المنجنيز، وبعدين الحديد، وانت ماشي كده. هو هنا بقى بيقول لك ايه؟ سلاسل عناصر متتالية. عنصر اكس بيكون اكبر في العزم المغناطيسي، يبقى اكس اكبر في العزم المغناطيسي. هيكون معانا ده مين؟ ده الكروم، يبقى ده اكس. وبعدين واي اكبرهم في حالة التأكسد، يبقى فعلا احنا ماشيين صح، يبقى هنا ده مين؟ ده واي.
وبعدين زد أكبرهم في الكثافة. ده العنصر الأخير معايا اللي هو مين؟ اللي هو الحديد. طيب، يتساوى عنصر X Y، هو بيقول لك عايز الغير صحيح، ركز في الحتة دي. عنصر X Y يتساوى في عدد الإلكترونات اللي موجودة في ال 3 دي، ده صح. زد موجب 3 اللي هو الحديد، وواي موجب 2 اللي هو المنجنيز الثنائي يتساوى في عدد الإلكترونات في ال 3 دي، ده صح. عنصر اكس وزد لا يستخدمان في الحالة النقية، يعني الحديد والمنجنيز لا يستخدمان في الصورة النقية، صح. عنصر اكس وزد، اكس اللي هو كروم وزد لا يستخدمان. عنصر اكس وزد لا يستخدمان وهما في الصورة النقية. هنشيل كلمة لا دي علشان هو مكرر الإجابة فوق وتحت، يبقى احنا هنشطب على الكلمة دي، فالإجابة عندي هتبقى د، لأن هو مكرر الإجابتين ورا بعض، فهنشيل كلمة لا عشان نخليها لا تجوز. سؤال 60 بيقول لك عنصر إكس من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى، فإذا علمت أن خواصه كالآتي: يمكنه تكوين المركبات الآتية. هنا يعني عدد تأكسد موجب 4، ادي موجب 3 موجب 2. أقصى حالة تأكسد موجب 4، يبقى الراجل ده من العناصر أنهي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. من عناصر المجموعة الثامنة، اللي هم يا إما كوبالت يا إما نيكل. هنعرف إزاي؟ من الكلام اللي هيقوله تحت. في المركب التالي إكس موجب 2 يتساوى عدد تأكسده مع عدد الإلكترونات المفردة. وش هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النيكل. عزمه المغناطيسي في المركب اكس او 2 اكبر من عزم المغناطيسي في اكس 2 او 3، يعني هنا موجب 3 وهنا موجب 2. فان العنصر هو مين؟ ما مش محتاجه كلام، لان احنا قلنا ان العنصر اللي عنده عدد تاكسد بيساوي عدد الالكترونات المفرده، ده ما بتحصلش غير مع النيكل. الاسئله المقاليه: اكتب التوزيع الالكتروني لعنصر انتقالي رئيسي من السلسله الانتقاليه الاولى في حالة التأكسد موجب 3، إذا علمت أن في حالة التأكسد موجب 2 يكون له أكبر عزم مغناطيسي. ده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المنجنيز ان موجب 2. ام ان موجب 2 بيكون أكبر عزم مغناطيسي له، هتبقى الأرجون 18 وال 3 دي هنا كام؟ 5. طب احنا عايزين في حالة التأكسد موجب 3، معنى كده ان الام ان موجب 3 أرجون 18 دي 5، أرجون 18 و3 دي فيها 4. طيب السؤال اللي بعد كده: ادرس الجدول المقابل. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بيقول لك ايه؟ ال A موجب 3 معناها ال 3S فيها 2 وال 3B فيها 6. هو هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الاسكانديوم. الاسكانديوم في انهي حالة؟ في الاسكانديوم موجب 3. طب B موجب 3 والدي فيها 1 الكترون، هنا بيحكي عن مين؟ بيحكي عن التي اي. السي موجب 3 والدي فيها 5، كده بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الحديد. ليه؟ لأن الدي في الحالة دي موجب ايه؟ الدي موجب 3، الاف اي موجب 3، معنى كده ان الدي فيها 5 الكترونات. طب الاي موجب 3، معنى كده ان ده بيتكلم عن مين؟ عن المنجنيز. المنجنيز بتاعنا بتكون ال 3 دي في الحالة موجب 3، هو فيها 4 الكترونات. ايهما اكثر استقرارا؟ الموجب 2، يعني ده المنجنيز ام ان في حالة موجب 2 ولا في حالة موجب 3؟ اكيد في موجب 2، لان الدي بتاعتنا بتكون فيها 5 الكترونات، وده وضع الاكثر استقرار. ايهما اكثر استقرارا بالنسبة لل 3 دي؟ يعني عفوا السي 3 اللي هو الاف اي. انهي حالة استقرار اكتر؟ اكيد الموجب 3. ليه برضو؟ لان ال 3 دي بيكون فيها كام؟ بيكون فيها 5 الكترونات. ايهما اكبر نص قطر، الايه ام البي؟ اكيد الايه، لان اكبر نص قطر معايا هو الاسكندي. اللهم صل على سيدنا محمد.
ثلاث عناصر انتقالية. اكس يستخدم في زراعة الأسنان والمفاصل الصناعية، ده مين؟ ده التيتانيوم. واي لا يستخدم في صورته النقية لهشاشته الشديدة، بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن المنجنيز. اف اي بيستخدم في صناعة النشادر كعامل حفاز، ده اف اي. طيب رتب هذه العناصر حسب جهد تأينها الثالث. جهد تأينها الثالث معايا هتبقى مين؟ اكتر حاجة موجب ثلاثة هتبقى صعبة قوي. هتبقى بالنسبة لنا مين؟ هتبقى بالنسبة لنا المنجنيز. ليه يا عم الحاج؟ اللي هو هيبقى واي موجب 3. طب ليه؟ لأن أنا كده بكسر مستوى طاقة مكتمل أو هادي أكبر من الاف اي موجب 3، لأن أنا هحتاج في الحالة دي أكسر مستوى طاقة عشان أوصل لمرحلة الاستقرار، فهتبقى دي الزد. وبعدين أكبر من التي اي ايه موجب 3، اللي هو بالنسبة لي هيبقى مين؟ هيبقى اكس. رتب هذه العناصر حسب الكثافة. مين أكبر كثافة معايا؟ هو الحديد أكيد. الحديد ده اللي هو مين؟ اللي هو الزد. وبعدين المنجنيز ام ان، اللي هو بالنسبة لي مين؟ بالنسبة لي واي. أكبر من مين؟ أكبر من التي اي، اللي هو بالنسبة لنا إيه؟ بالنسبة لنا اكس. طيب السؤال اللي بعد كده، عنصر ايه يدخل فيها درجة الزيوت كعامل حفاز؟ بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن النيكل. يبقى الايه ده نيكل، وعند خلطه مع الصلب يكون سبيكة تقاوم الأحماض. ماشي. وبي يدخل في صناعة البطاريات الجافة، ده مين؟ ده الكوبالت. و... وله نظير يستخدم في الطب اللي هو الكوبالت 60. أيهما من هذه العناصر أعلى كثافة؟ وأيهما أعلى كتلة ذرية؟ أعلى كثافة معايا هيبقى النيكل، وأعلى كتلة ذرية هيبقى الكوبالت. الأقل في الكتلة الذرية هو النيكل عامة. النيكل ده اللي هو الرمز بتاعه A، والكوبالت اللي هو الرمز بتاعه مين؟ الرمز بتاعه B. طيب ما هي حالة التأكسد الأكثر استقرارا للعنصر B؟ B ده اللي هو مقصود بيه مين؟ اللي هو الكوبالت. أعلى حالة تأكسد عندي اللي هي البي، بتكون موجب 4. طب ليه يا عم الحاج؟ لأن الدي أو ال 3 دي في الحالة دي بيكون عندها 5 إلكترونات، وده وضع النصف ممتلئ، لأن الذرة بتاعتي بتكون أقل طاقة وأكثر استقرارا في واحد من الثلاث حالات، يا إما فارغة، نص ممتلئة، تامة الامتلاء. انزل بعد كده على السؤال 5. هنا بيقول لك عزم المغناطيس يعني عدد إلكترونات مفردة. ركز. وأنا معايا عزم المغناطيسي بيزداد أو بيبقى عنده علاقة طردية مع العدد الذري، يبقى هنا كده مين؟ عدد الإلكترونات المفردة، اللهم صل على سيدنا محمد، متتالية. أكبرهم في الكثافة هو واي. أكبر حد في الكثافة بالنسبة للعناصر دي هيبقى مين دلوقتي كده معايا؟ هنا بيتكلم معايا عن النيكل، واللي قبليه كوبالت، و معناهم أكبر في الكثافة. بس عشان يبقى كلامنا واضح، أكبر في الكثافة يعني أكبر في الكتلة الذرية. أكبر في الكثافة، اللهم صل على سيدنا محمد. أكبر في الكثافة معنى كده إن هو إيه؟ آه أيوه صح كده، النيكل هو آخر حاجة، يبقى ده الحديد اف اي. طيب رتب العناصر دي حسب الشحنة الفعالة. هتبقى مين الأول؟ هيبقى الواي أكبر من مين؟ أكبر من الإكس، أكبر من التي. يعني النيكل أكبر من الكوبالت، أكبر من مين؟ أكبر من الحديد. رتبهم على حسب الكتلة الذرية. هتبقى الإكس. مين الإكس ده؟ الكوبالت. ليه؟ لأن الكتلة الذرية بتاعته أكبر من ال الواي، أكبر من مين؟ من التي. طيب السؤال الأخير معانا في اللهم صل على سيدنا محمد في الدرس الثاني. هنا بيقول لك ايه؟ من خلال دراستك للجدول التالي، هل يمكن لمسحور المنجنيز ان يطفو فوق مسحور الحديد؟ مع تفسير اجابتك. بص على الكتله الذريه. المنجنيز الكتله الذريه بتاعته كام؟ 54.9 من عشرة، والحديد 55.9 من عشرة. واحنا عندنا الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. هنا الكثافه بتاعته 7 و21 من 100، وده 7 و
87 من 100. مين أقل كثافة؟ المنجنيز. ومين أعلى كثافة؟ الحديد. لما نيجي نعمل مصفورين هنلاقي إن المنجنيز يطفو على سطح الحديد. ليه يا عم الحاج؟ يبقى هنا الإجابة، هو بيسألك هيطفو ولا لأ؟ نعم. طب ليه؟ لأن المنجنيز أقل كثافة من الحديد. وبكده نكون خلصنا الدرس الثاني من الباب الأولاني. وإن شاء الله نشوفكم قريب بأمر الله في باقي الأسئلة وباقي الأبواب، وإن شاء الله مش هتأخر عليكم تاني، وربنا يوفقكم يا رب. وأتمنى لو بتستفيدوا من الفيديوهات تعملوا لايك وشير، وتنتظرونا وتتابعوا وتفعلوا الجرس. وربنا يوفقكم، وربنا معاكم. لو محتاجين أي أسئلة سيبوا لنا الأسئلة في الكومنت. أشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.